التحويل لمعالي الوزير المحافظ الاستاذ الدكتور رضا عبد السلام، فليتفضل مشكورا. انتخابات 2025 صوتك امانه للاستاذ الدكتور رضا عبد السلام، استاذ القانون والتشريعات الماليه والاقتصاديه، محافظ الشرقيه الاصبح، رقم 9، رمز تمثال نهضه مصر. كلمات واداء الشيخ صلاح عبد الرب. يلا انزلوا يا شباب، رضا عبد السلام حبيبنا، رقم 9 في قلوبنا، تمثال نهضه مصر. مش هقولها ومش هجامل حتى لو كان فيها ايه، وانت يا ابن بلادي عامل ألف شيء نتحكى فيه. دكتور رضا عبد السلام وصوتنا انضم ليه. يلا انزلوا يا شباب، رضا عبد السلام حبيبنا، رقم 9 في قلوبنا، تمثال نهضة مصر. بسم الله الرحمن الرحيم. طبعا صوتي راح، ده مش صوتي، ده مش صوتي، ده انت لو سمعت صوتي. احنا اللي عارفينه. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. كل يوم الأسرة بتكبر أكتر وأكتر، شكل جديلة انتصرت، شكل جديلة عملت. كنا بقينا نقول طبعا منتصرة من زمان. أنا بتكلم على السباق الصغير بتاعي، ما هي منافسة دوري ما بين المناطق. كنا بالأمس في أولونجيل، شفنا العظمة من أهل أولونجيل، واليوم لم نبتعد كثيرا في جديلة. أنا واقف دلوقتي وفي ظهري بيت نسايبي، البيت اللي ورايا ده اللي في ظهري على طول، مش اللي قبله ولا اللي بعده، في ظهرنا على طول. بيت الحاج أحمد شوقي رحمة الله عليه، وفي وشي بيت الحاجة الكبيرة، هقول امال ايه ثواني، حاجة فتحية رحمة الله عليها، وبيت الحاج إبراهيم حسن ياسين برقوق نسبة إلى السلطان برقوق. البيت اللي أنا فيه من سنة 97، يعني داخلين على 30 سنة. وحماتي رحمة الله عليها كانت بتحبني جدا، الأصالة يعني شفت فيها، مش عايز أقول أكتر من الأم، حاجة نادرة. أنت أدرى بجد، لا ما هو قريب مني من سنين، يعني ما هو احنا في وش بعض تمام. فكان عندي شقة في مساكن المينا، ففضلت تتحلب لي وتقول لي لما جالي سفر بقى للكويت، كان جالي عرض جامد قوي في الكويت، قالت لي بص، بدل العفش بتاعك ما يفضل هناك في الشقة اللي هناك في مساكن المينا، ما تيجي تشطب عندنا هنا. وهي كانت بتدور لي على اي حجة عشان ابقى معاها. حب مش طبيعي. انت ادرى، انت ادرى بيها رحمة الله عليها. تقول لي انا عامله لك كذا النهارده، انا طبخه لك كذا النهارده. شيء مش ممكن، شيء مش ممكن. ونسهر بقى الليالي في بيت الحاجة فتحية وهذه العائلة الكريمة. كنا بنسهر نقل العائلات اللي حوالينا لغاية الفجر، يعني عيلة حبيبة كانوا بيكرهونا من كتر الزعيق. فأنا ابن هذا المكان لعشرات السنين. المكان ده عظيم بناسه وبأهله وبتاريخه وبثقافته، زي ما قال الدكتور عبد الرحمن. جديلة دي